السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهاردة هنعمل حلو سهل وبسيط، مش هيكلفنا سكر كتير خالص ولذيذ، ونبعد بقى شوية عن الكنافة والقطايف والبسبوسة والحاجات دي اللي كلها شربات وسكر. هيبقى صنف حلو سهل جدا ولذيذ جدا وطعمه خطير. قبل ما نخش على الطريقه ما تنسوش ان احنا نصلي على النبي في كومنت ونادي اخواتنا في غزه ان ربنا يعدي الكرب ده على خير وينصرهم نصرا عزيزا يتعجب له اهل السماوات والارض ويرحم امواتهم واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اول حاجه هنا عندي لتر من الحليب ساقع زي ما هو كده، مسخنتوش زي ما هو بارد. هحط عليه معلقتين من السكر ومعلقتين من النشا ومعلقتين من الكاستر. تمام كده. مش عندك كاستر ممكن تستكفي بالنشا، بس طعم الكاستر بيبقى حلو قوي. تمام. وهي اساسا يعني الوصفه دي اساسها في الكاستر. تمام كده. وممكن اصلا يعني انت ممكن تستغني عن النشا بس ما تستغنيش عن الكاستر. تمام. حطيت كده معلقتين سكر عليهم معلقتين كاستر ومعلقتين نشا وهدوبهم في الحليب شويه، وبعد كده هولع النار عليه وهديه بقى كده يعني ايه، نص معلقه كده من بودره الزعفران. بتعزز معايا اللون وبتخلي طعم الكاستر حلو قوي. وبودرة الزعفران مش بس للأكل، لأ هي أساسها كمان حلويات، يعني هي كمان للحلويات بتبقى حلوة أوي 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 في الحلويات الزعفران. هقلبها بقى شوية كده لحد ما تبتدي ان هي تتقل معايا، هقلب فيها كل دوت. يعني ايه، هي على نار متوسطة، مش نار عالية ولا واطية قوي ولا عالية قوي، نار متوسطة. هفضل اقلب فيها لحد ما توصل للقوام ده معايا، وما تسيبيهاش عشان خاطر ما تتكتلش معاكي. واول ما توصل للقوام ده كده هطفي عليها وهعبيها في الكاسات بتاعتي على طول، عشان خاطر الكاستر من النوع اللي هو ايه، اللي بيبرد بسرعة وبيتماسك قوام. يعني الكاستر من نوع الحلويات اللي بيبرد بسرعة جدا وبيتماسك بسرعة جدا. تمام كده. هعبيه بقى في الكوبايات، نص الكوباية كده عشان هنضيف له اضافة كمان. تمام كده. ادينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة، وهي طريقة سهلة قوي 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 يعني. لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد ما عبيت بقى الكمية كلها، مسافة ما عبيتها اصلا في الكاسات بتاعتي كانت بردت خالص وتماسكت. هعمل بقى الطبقة التانية. عندي كيس كده من جيلي الفراولة، حابة بقى تحطي اي نوع جيلي انت عاوزاه تقدري تحطيه. انا بحب جيلي الفراولة جدا وطعمه حلو قوي قوي مع الكاستر. يعني ايه، انا بحب الجيلي وبحب الكاستر، فقلت ليه ما اجمعش بين الاتنين مع بعض، احط الاتنين مع بعض واشوف الميكس بتاعهم هيطلع عامل ازاي. طلع ميكس رهيب. كيس الجيلي بياخد معايا كوبايتين ميه سخنه مغليه وكوبايتين ميه بارده من الحنفيه. تمام كده، او ميه ساقعه. بعد ما حطيت كوبايتين ميه سخنه هنزل عليهم بكوبايتين ميه بارده، وهقلب فيهم شويه لحد ما الجيلي يدوب تماما، لحد ما الجيلي بتاعي يسيح تماما وايه، يدوب كده في قلب الميه، واتاكد انه ايه بقى تمام قوي، ما فيهوش اي ايه تكتلات، ما فيهوش اي حاجه، والجيلي كله دايب. تمام كده. بعد ما اقلبه هسيبه بقى ان هو يهدى شويه، كمان الكاستر يكون برد خالص، وتاكد ان الكاستر برد تماما والجيلي بتاعي هدي من السخونيه بتاعته. هبتدي دلوقتي ان انا اصبه على الكوبايات وهنزل بيه كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. اللونين اصلا مع بعض شكلهم رهيب، اللونين مع بعض شكلهم حلو قوي قوي قوي. ممكن تحطي معلقه لو انتي مثلا مش متاكده ان هما اللي تحت النشا عشان ما يختلطوش ببعض. ممكن تحطي كده معلقه وتصبي عليها عشان خاطر اللون يعني ايه يبقوا فصلانين عن بعض، الكاستر يبقى فاصل عن النشا. تمام. بعد ما عبيتهم بقى هدخلهم التلاجة، هيقعدوا معايا من 4 ل6 ساعات في التلاجة. تمام، من 4 ل6 ساعات في التلاجة. وبعد 6 ساعات، انا قعدتهم بالظبط 6 ساعات. تمام كده. خرجته وده كان شكله، الكاستر متماسك والجيلي متماسك حلو قوي. هتشوفوا شكله دلوقتي، يعني انا قلبت معاكم واحد وواحد دلوقتي هتشوفوه شكله خطير، والطبقات فاصلة كده عن بعضها، حلو جدا جدا جدا. بصوا الجيلي اصلا، يعني الجيلي بيرقص ازاي، شكله حلو قوي.
نوع حلو جديد ومختلف عن اللي احنا متعودين عليه في رمضان، وسهل، ومش هقول لكم مش مكلف، بس هو من غير سكر تقريبا، مش واخدين غير معلقتين بس سكر فيه. فحلو قوي ولذيذ وخفيف يعني، وكفايه ان هو مختلف، ممكن تعمليه في عزومه في اي حاجه هيشرفك جدا، وحاجه مختلفه وجديده. جربوا بس الطريقه دي، وان شاء الله باذن الله الطريقه هتعجبكم. متنسوش بقى تعملوا شير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس. جربوا الطريقة، شكله حلو قوي يعني، شكله حلو قوي، انا من عشاق الجري، شكله حلو. اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله.